يحدث صدى صوته رعشة في جسد المنبر لتعود للنزغ الحياة، ممثل سماحة المرجع الديني السيد السيستاني دام ظله الشريف في لبنان، رئيس جمعية آل البيت الخيرية وصاحب الدعوة الأستاذ الحاج حامد الخفاف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء أتقدم إليكم بأسمى آيات التبريك والتهنئة بمناسبة ذكرى ولادة الصادقين عليهما السلام، الرسول الأكرم الصادق الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، والإمام جعفر الصادق عليه السلام. وأرحب بكم جميعا فردا فردا في بيت المرجعية الدينية العليا، فأهلا وسهلا بكم. كما أستذكر بحزن وإكبار أخوين كريمين كان لهما حضور مميز في هذا المهرجان، وفقدناهما كغيمة صيف مرت بهدوء مملوءة بغيث لم نروى من وابله بعد، هما العلامة الأديب الشيخ فضل مخدر والأستاذ الأديب بلال شرارة رحمة الله عليهما. أيها الحفل الكريم، بعد توقف ل4 سنوات بسبب الأحداث التي عصفت بلبنان وجائحة كورونا، تعود جمعية آل البيت عليهم السلام الخيرية لإطلاق مهرجان الصادقين عليهما السلام الشعري في دورته السادسة تحت عنوان والله لا يحب الفساد، في محاولة منها لتضم صرخة الأدب المسؤول عبر الشعر إلى صرخات المحرومين والنخب النزيهة المطالبة بمكافحة الفساد الذي نخر دولنا ومؤسساتنا ومجتمعاتنا، مبدداً الطاقات والإمكانات والآمال والفرص. وحري بالرسول صلى الله عليه وآله وذكراه أن تكون منصة لمحاربة الفساد. وأردد مع الشاعر المصري الراحل أحمد محرم: املأ الأرض يا محمد نورا، واغمر الناس حكمة والدهورا، عب سيل الفساد في كل واد، فتدفق عليه حتى يغورا. أيها الحضور الكريم، إن عنوان مهرجاننا لهذا العام مستل ومستوحى من الآية رقم 205 من سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ولست في صدد تفسير هذه الآية وشرحها، لأن لكل مقام مقال، وإنما سأحوم حول معنى الفساد بملاحظات بعد مراجعة كم يعتد به من كتب التفسير والحديث والأدب والتاريخ والدراسات الحديثة. وأتوكل على الله فأقول: أولاً، وردت لفظة الفساد واشتقاقاتها حوالي 50 مرة في القرآن الكريم، وأن مصطلح الفساد وجد مع بدء الخليقة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وأن فداحة جريمة الفساد بمستوى قتل الناس جميعا، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وأن الفساد والنفاق متلازمان. فقد سبق آية مهرجاننا قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وهي نزلت في أحد المنافقين. والحقيقة أن الفاسدين منافقون في طبعهم، لأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون، فالفاسد يظهر نفسه صالحا
وربما بطلا في مكافحة الفساد ورمزا للإصلاح وأيقونة للنزاهة، وهو في سلوكه عكس ذلك تماما. وإذا قيل له، وهذا عين النفاق، كما أن الفاسد لا يقبل النصيحة، فقد ورد بعد آية مهرجاننا قوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ولذلك لا يبقى مع الفاسد مستشار مؤتمن ولا ناصح أمين، كما قال الإمام الصادق لطاغية عصره: من أراد الدنيا لا يصحبك، ومن أراد الدنيا لا ينصحك، ومن أراد الآخرة لا يصحبك. ثانيا، إن الشرك بالله على عظيم خطره، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو وحده أي شرك بالله ليس سببا لإهلاك الناس إذا كانوا غير فاسدين. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يقول الشوكاني: والمعنى أنه لا يهلكهم بمجرد الشرك وحده حتى ينضم إليه الفساد في الأرض، كما أهلك قوم شعيب بنقص المكيال والميزان وبخس الناس أشياءهم، وأهلك قوم لوط بسبب ارتكابهم للفاحشة الشنعاء. والملفت فيما تقدم أن الفساد الاقتصادي والأخلاقي كان سبباً في هلاك الأقوام السابقة، ونستنتج أن الشرك يمكن أن يجتمع مع عدم الفساد، كما يمكن أن يجتمع التدين الزائف مع الفساد. وعلى هذا يجب أن يكون الصلاح والفساد معياراً للتقييم، وليس غيرهما من معايير ربما تكون شكلية. ثالثاً، يختلف تعريف الفساد باختلاف موضوعاته، فهناك الفساد الأخلاقي والديني والإداري والاقتصادي والاجتماعي والقانوني والسياسي والثقافي والقضائي والإعلامي وغيرها. وقد ذكرت عشرات المصادر والدراسات تعريفات لهذه الموضوعات بما لا سبيل لذكره في كلمة مقيدة زمنية معدة لمهرجان أدبي. ويصعب تقديم تعريف شامل موحد للفساد، حتى أن الأمم المتحدة تجنبت ذلك، معتبرة أن مثل هذا التعريف غير ممكن وغير ضروري. ولعل أشمل تعريف اطلعت عليه للفساد هو أنه كل سلوك لا يلائم كل ما هو أخلاقي قيمي عقلائي في سلسلة العلاقات الإنسانية. ويمكن القول أن الفساد الاقتصادي والمالي هو أساس كل فساد، وهو الذي يمهد لكافة أنواع الفساد، وهو ما يتبادر إلى الأذهان أو في الأذهان عندما تطرح موضوعة الفساد ومكافحته. وقد تحدث أغلب مفكر التاريخ وعباقرته عن الفساد، مثل كونفوشيوس في كتابه التعليم الأكبر، وإفلاطون في كتابه الجمهورية والقوانين، وأرسطو في كتابه الأخلاقيات، وابن خلدون في مقدمته الشهيرة، وأن الفساد ظاهرة عرفتها كافة المجتمعات في كل الأزمنة والعصور، وأنه ظاهرة عالمية ومستمرة، لأنها لا تخص مجتمعاً بذاته أو مرحلة تاريخية بعينها. كما أن الفساد عرفته جميع النظم السياسية وثقافات الأديان على تنوعها، وإن اختلفت النسبة باختلاف النظم والظروف. رابعاً، زخرت كتب التراث الروائي بنقل ظواهر الفساد والتصدي لها والتحذير منها، بما لو جمعت لفاقت على مجلدات ضخام، ما يحار المرء معه من أين يبدأ وماذا يذكر. من ذلك ما ورد عن الرسول الأمين صلى الله عليه وآله أنه قال: ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي،
أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا، إلى آخر الحديث الشريف. فالهدية للمسؤول حسب حديث الرسول رشوة واضحة وباب فساد. وقال صلى الله عليه وآله: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، أي خيانة. فالمسؤول هو موظف يستلم راتبه من أموال الشعب، وما يحصل عليه غير ذلك بحكم موقعه فهو فساد. وورد عنه صلى الله عليه وآله: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة له فعليه لعنة الله، أو قال برأت منه ذمة الله. وقال علي عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر: ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبارا ولا تولهم محاباة وأثره فإنهما جماع من شعب الجور والخيانة. فأي مسؤول يوظف على أساس المحسوبية والمحاباة والقرابة فهو فاسد. وعن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: العبادة مع أكل الحرام كالبناء على الرمل. وهذا علي عليه السلام يقدم كشفا بذمته المالية للشعب حين يقول: دخلت بلادكم بأسمالي هذه ورحلي وراحلتي ها هي، فإن أنا خرجت من بلادكم بغير ما دخلت فإنني من الخائنين. كما يؤسس لمفهوم من أين لك هذا عندما يخاطب أحد أصحابه قائلا: فانظر يا شريح، لا تكون ابتعت هذه الدار من غير مالك أو نقدت الثمن من غير حلالك، فإذا أنت قد خسرت دار الدنيا ودار الآخرة. إن مفاهيم كشف الذمة المالية ومن أين لك هذا وغيرها شرعت كقوانين في عالمنا المعاصر، ولكنها لم تغادر مظانها من ملفات وكتب، إذ بقيت حبرا على ورق لا تجد طريقها إلى عالم التطبيق في أغلب بلداننا، رغم إنها من أهم مطالب الناس الدائمة. إن فداحة الفساد المالي والاقتصادي المفضي إلى غياب العدالة الاجتماعية البالغة الضرر على كافة المجتمعات هي التي جعلت عليا عليه السلام يتشدد في أمره من عدم محاباة ومداراة القوى السياسية الفاعلة آنذاك في الحفاظ على المال العام واسترجاع ما أخذ منه بغير وجه حق، وهو القائل: والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته. أيها الحضور الكريم، إن الفساد لا دين له ولا طائفة ولا مذهب ولا عرق، فالدين الحقيقي براء من الفساد والمفسدين. وصدق الشاعر اليمني حسين العماد حيث يقول: أنا ثائر ضد الفساد وإن يكن في معشر الأنصار أو في الناصري. ويقول الشاعر العراقي وليد الأعظمي: إسلامنا لا يرى فينا له تبعا، إذا رآنا لأهل الظلم ننقاد، صلاتنا لا يراها الله قائمة ويحكم الناس فساق وفساد. رغم أن الفاسدين يتمترسون بالدين والطائفة والقومية في أغلب الأحيان لتمرير مخططاتهم أو للإفلات من العقاب، ولطالما نجحوا في ذلك لقوة تأثير التجيش الطائفي والقومي من جهة ولضعف الوعي العام من جهة أخرى. وأفسد من المتمترس بالدين المستأكل بالدين، فقد ورد عن علي عليه السلام: المستأكل بدينه حظه من دينه ما يأكله. وعن الإمام السجاد عليه السلام: وإياك أن تستأكل بنا فيزيدك الله فقرا. وظاهر هذه النصوص أنها تخاطب العاملين في المجال الديني أو الذين يعملون تحت إطار أو شعارات دينية، لأن متع الفساد ومنافعه الظاهرية من أخطر أحابيل الشيطان
التي يبتلى بها هؤلاء. ومن هنا قال علي عليه السلام: تخليص النية من الفساد أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وفي رواية أخرى: من طول الجهاد. وعلى الروايتين فالمعنى خطير وبالتدبر جدير، إذ لا ينفع مع الفساد كثرة عبادة واجتهاد، كما لا ينفع مع الفساد تاريخ كفاح وجهاد. أيها الحضور الكريم، إن من أهم أخطار الفساد هو انهيار قيمة الانتماء للوطن، لأن تزايد الشعور داخل الفرد بعدم الرضا يتبعه انخفاض متزايد في شعوره بالانتماء إلى وطنه، وبأن الوطن الذي يعيش فيه ليس وطنه، وإنما وطن الفاسدين والسارقين. وهذا سيفضي إلى مفاسد عظيمة يصعب حصرها، ليس أقلها التسيب وعدم الانضباط وقلة الدافع للعمل وضعف المبادرة والابتكار والاستغلال الوظيفي وهجرة العقول والاختلاس من المال العام وإهداره بسوء الاستخدام المتعمد وتأخير مصالح الناس وإضاعة حقوق الدولة والتخريب المتعمد للمنشآت الحكومية وغير ذلك. وهذا ما شهدناه في أكثر من بلد يعيش فيه مواطنو هذا الشعور المحبط. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الحفل الكريم، لقد طالب سماحة السيد السيستاني دام ظله مرارا وتكرارا بضرورة مكافحة الفساد والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التطاول على المال العام، وأفتى بوجوب احترام القوانين المرعية الإجراء وحرمة تجاوزها، وأفتى بأن المال الذي يستحصله أي موظف أو مسؤول خلافاً للقانون هو سحت حرام، كما أن إهدار المال العام والاستحواذ عليه بل مطلق التصرف غير القانوني فيه حرام، وأدان سوء استغلال السلطة من قبل كثير ممن انتخبوا أو تسنبوا المناصب العليا في الحكومة ومساهمتهم في نشر الفساد وتضييع المال العام بصورة غير مسبوقة، وتمييز أنفسهم برواتب ومخصصات كبيرة، وفشلهم في أداء واجباتهم في خدمة الشعب وتوفير الحياة الحرة الكريمة لأبنائه. وانحاز سماحته بوضوح إلى الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح في كل مراحله بمواقف معلنة وصريحة، كما أنه دام ظله حث الناس في الانتخابات للتمييز بين الصالح والطالح، أي بين من بذل ما يستطيع في خدمة الناس ومكافحة الفساد وبين من لم يعمل إلا لمصلحة نفسه وجماعته. والكلام لسماحة السيد. لقد حذر السيد السيستاني دام ظله المسؤولين من خطورة الفساد المقنن، أي تشريع قوانين تمنح امتيازات غير مستحقة لفئات معينة أو تفتح أبواب الفساد أو تسهله للفاسدين، وهو من أسوأ أنواع الفساد. وقد طالب مرارا بالعمل على تشريع القوانين التي تعزز مبدأ العدالة الاجتماعية وتلامس هموم الناس وآلامهم وآمالهم، ولكن لا حياة لمن تنادي. إن موضوعة الفساد ومكافحته تحظى بأولوية قصوى لدى المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، وهي الفيصل الأساس في تقييمها لأداء المسؤولين صغاراً كانوا أم كباراً، ادعوا الانتماء إليها والالتزام بنهجها أم لم يدعوا. فالعبرة بالعمل والممارسة وليس بالكلام المسؤول. أيها الحضور الكريم، لأن الشعر بوح من الوجدان وهمس صارخ من الضمير ولغة من قاموس المشاعر، ولأننا نلمس كل يوم من وجدان الناس وضميرهم الحي ولغة مشاعرهم رفضهم للفساد والفاسدين، نأمل أن تكون قصائد شعراء هذا المهرجان صدى الناس الطيبين وهدير أحلامهم
ببركة ولادة الصادقين عليه السلام. وهذه هي رسالة المهرجان لهذا العام. ولا أجد ما أختتم به أو ما أختم به سوى ما قاله علي عليه السلام للفاسدين: بؤسا لمن خصمه عند الله الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون والغارم وابن السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.